سلام عليكم أعزائي المشاهدين. حجز كمية كبيرة من لحوم الدجاج الفاسد إلى تفاصيل. أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الدرك الملكي في منطقة فاس نجحت في إحباط عملية تهريب شحنة من لحوم الدجاج الفاسدة إلى أسواق المدينة ظهر يوم الأربعاء 3 غشت، ووفقا لمصادر محلية فقد تلقت الدرك إخبارية حول شاحنة كانت تحاول تهريب كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، ما دفعها لاعتراضها عند مدخل المدينة وحجز الشحنة بعد تفتيشها واقتياد السائق إلى مركز الدرك للتحقيق معه. ومن المتوقع أن يتم إتلاف الكمية المحجوزة بحضور ممثل عن أونسا، ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه، حيث تم إحباط عمليات تهريب لحوم فاسدة سابقا، مما يؤكد جهود الدرك الملكي في حماية سلامة المواطنين. في نهاية نشكركم على حسن المتابعة.